السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبسعادة يا رب. النهارده هنعمل ايس كريم مانجا وفراولة وان شاء الله الطريقة تعجبكم. هنا كنت بدوقها ما شاء الله كان طعمها حلو. هنا بقى المانجا متلجاها، لازم نتلج الفاكهة اللي احنا هنعملها ايس كريم، لازم تكون متلجة علشان دي قوام تقيل وكريمي. ما شاء الله كانت حلوة. طبعا احلى ايس كريم تاكليه اللي انت عاملاه بايديكي، فاكهة طبيعية وطعمها حلو، افضل كتير من نجيبها من بره. هنا بقى ضفت المانجا، هحط لها باكو من كريم شانتيه دريم، بيديها طعم حلو. واحط 4 معالق سكر، ممكن تحطي سكر بودر او سكر حبيبات عادي. وهضيف لها لبن، بس ياريت منكترش لبن عشان قوامها يبقى تقيل كده وكريمي. هضربها بقى ضربة كويسة. يعني بوريها لكم بقى اللي قوامها ما شاء الله كريمي كده وحلو. واحنا برضو بنضربها تدوقي السكر بتاعها، يعني شوفي سكرها محتاج سكر تاني ضيفي حسب ما انت حابه بقى، حباها حلو قوي حباها مظبوطه. وممكن نضيف عسل نحل كمان بدل السكر، طبعا هيبقى افيد وصحي اكتر. هنا برضو الفراولة نفس اللي عملته مع المانجا هعمله مع الفراولة متلجة، وهضيف لها برضو سكر ولبن وكريم شانتيه. ما شاء الله كانت جميلة. ما شاء الله حاجة طعمها حلو، واثقة كمان في الفاكهة عاملاها، يعني عاملة فاكهة سليمة مش بايظة، عاملة حاجة بايديكي، واثقة في النظافة بتاعتها. فلازم على قد ما نقدر نحافظ على صحة اولادنا، ربنا يحميهم يا رب ويحفظهم. هنا برضو بضربها ضربة كويسة. ما شاء الله قوامها برضو كريمي كده وجميلة. نحاول نفرح اولادنا باي حاجه كده نعملها لهم، حاجه صحيه وحاجه طعمها حلو. خصوصا اطفالنا بيحبوا يجيبوا ايس كريم الملون ده عباره عن سكر ومتحافظه والوان صناعيه، دي حاجه طبعا مضره ليهم جدا. نحاول على قد ما نقدر كده نعمل لهم الحاجات اللي بتفرحهم. هنا بقى خلاص كنت خلصتهم، هحطهم بقى في الفريزر. هو من 3 ساعات ل4 ساعات وتاكليها حسب بقى التلاجة بتاعتك، انا سبتها لتاني يوم. ياريت برضه اما نطلعها من الفريزر نسيبها بس يعني ايه تفك شويه كده عشان تبقى متلجه، تبقى سهله معاكي وانتي بتاخدي. ما شاء الله كانت جميله. واي نوع فاكهه بتحبيه يعني ينفع ايس كريم. وكمان صوص شوكولاته معاهم بيبقى طعمه تحفه. بس انا المره دي ما عملتش، عملت صوص الشوكولاته في القناه مع دونات ومع كيكه، بيبقى طعمه حلو قوي. يعني لو عملنا كمان الشوكولاته هيبقى 3 انواع. ما شاء الله اولادنا هتفرح بيها. انا المفروض كنت سبتها شويه كانت متلجه، بس ما شاء الله كان طعمها حلو. يا رب الفيديوهات تبقى خفيفة عليكم كده، وتشتركوا في القناة عشان تكبر تنجح بيكم يا رب. وبشكر كل اللي اشترك في القناة، ربنا يا رب يكرمكم ويفرحكم زي ما بتفرحوني. هنا بقى كنت بس بعد ما سبتها شوية بقت طرية وجميلة ما شاء الله، كريمي كده وطعمها حلو. يا رب الفيديو يعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله.